السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ الاول كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان ما عادش الا ايام كده وخلاص هيلا علينا، شهر كريم مبارك كده عليكم وعلينا وعلى الناس جميعا. فقلت اعمل لكم فيديو تجهيزات رمضان. فطبعا هنجيب اليميش والحاجات طبعا اللي تقدروا عليها وبالمعقول يعني. فاللي يقدر يجيب اكتر يجيب، واللي يجيب على قده، وكل واحد بيجيب بامكانياته يعني. فاليميش وبرده حاجات يعني تتخزن لرمضان. هقول لكم ايه وايه بالظبط كده، بس في الاول طبعا ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واللايك. وطبعا اهم حاجه تصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا هوريكم بقى الحاجه اللي احنا جبناها. في منها يميش، في جبنات للسحور، في طبعا سكر بتخزنيه، في برضو بقوليات، في حاجات انواع يعني. هقول لكم برضو على الحاجه واسعارها عشان لما تنزلي تبقى عارفه اسعارها ايه، واللي انت عايزاه بتجيبيه يعني براحتك، بس يبقى عندك فكره يعني. فاول حاجه طبعا هناخدها السكر. السكر ده اساسي طبعا في رمضان، بتعملي بيه العصاير، بتعملي بيه كنافه، القطايف، الحلويات، طبعا الخشاف. اما بتاخدي البلح وتحطي عليه طبعا اليميش والحاجات الحلوه بتاعت رمضان دي. وطبعا السكر ده اساسي فيهم. فهنمسك بقى السكر احنا جبنا بقى الكيسين دول، دي ودي. جبنا اكياس دي. فطبعا احنا ما عندناش بطاقه، فانا بجيب كله كده حر يعني. فبجيب السكر من بره والزيت والحاجات دي كلها، فهوريكم حاجه حاجه واسعارها. ما عندناش بطاقه تموين. فالسكر جبنا الكيسين دول، فالكيسه خدي بقى كده عقبال ما امسك الحاجه. جبت كيسين ده مؤقتا، بس طبعا رمضان عايز اكتر. فطبعا الواحد بينزل تاني بيجيب بقيه الكماليات، وبيجيب الحاجه برضو كل يعني مده كده، كل كام يوم نجيب حاجات برضو نركنها. هنا كيس السكر دي ب25. يبقى هنا الواحد كيس السكر ده ب25. يبقى الكيسين دول مع بعض كده، دول هخليهم رمضان. احنا مثلا لو في سكر خلاص بيقضي الموجود الايام دي. فده السكر هنعمل بيه في رمضان. بعد كده ايه عندك تاني؟ اللانشون. اللانشون بقى جبنا نوعيات لانشون كده. طبعا اللانشون ما يستغناش عن البيفي، وادي جبناه. واللانشون طبعا النوع التاني ده لانشون بالفراخ. هو نوعيات حلوة يعني، انا ما بجيبوش ياما يعني. بس ده اللانشون ده بالفراخ. ده اللانشون ده النوع التاني ده سادة، وده بيفي. بس النوعيات دي كلها انا ما بجيبها. طبعا كل واحدة فينا خايفة على اولادها وكده وعلى نفسها وعلى اللي معاها، فبنسخنه على النار عشان لو في اي ميكروب اي حاجة. طبعا النار بتموت الميكروب اللي فيها، فبيبقى صحي اكتر. فدي اللانشونات دي للسحور. سعره بقى هنا كام هنقول لكم. اللانشون اللي هو الفراخ والسادة ب240. الفراخ ده سعر الكيلو. سعر الكيلو الفراخ ب 240 240. والسادة كمان والسادة ده بكام؟ 240. 240 يعني ده زي ده برضه. الريفي ده 230. 230 والاتنين دول يعتبر 240 زي بعض. طبعا واهم حاجة بتعمليه على النار عشان يبقى صحي، يعني ما حدش يتأذى فيه، لأنه بيقولوا مهما كان فيه بيبقى فيه ميكروب شوية كده. فدي الحاجات دي للسحور. انت بتجيبي وتخزني يعني. احنا مثلا جبنا حاجات ممكن نجيب تاني ونخزن، يعني اللي تقدري عليه يعني بتقدري عليه بكل كام يوم تجيبي وتخزني لحد ما رمضان يجي. كل سنة وانتم طيبين. في ايه تاني عندكم؟ المناديل. المناديل دي برضو كانت عرض مع بعض التلاتة، فجبنا التلاتة على بعض كانوا 62. فدول عملوا 62. هما اوفر من بره، لان بره احنا بنجيب الواحدة اغلى من كده. فالتلاتة على بعض ما اي حاجة فيها عرض اعرف ان هي فيها توفير. فبصراحة احنا بننزل على العروض يعني وكده. فدي ب62 يعني، واحدة ب20.5. فدي كويسة أوي، هنخليها برضه رمضان لأن المناديل لا غنى عنها في البيت يعني. بعد كده الزيت. بعد كده بقى الزيت. فطبعا الزيت جبنا ازازة الزيت دي يعتبر لتر. لتر. عملت كام؟ 68. 68 يعني الغامق ده بيبقى في التحمير بيبقى أحلى من الفاتح. الفاتح بيطير في التحمير. وبعدين احنا برضو زي ما قلنا احنا ما عندناش بطاقة تموين، فبنجيب كله يعني كل مدة كده نجيب حاجة يعني، مش بنخزن. فدي برضو الحاجات دي لرمضان. دلوقتي برضو من ضمن اليميش قمر الدين. قمر الدين ده برضو بيقولوا النوعية دي حلوة قوي، اللي هي دي الحنين. فالحنين دي يعني شكروا فيها قوي، فاحنا جبنا منها. فدي بتتعمل برضو على الفطار جميلة جدا. وطبعا دي حاجات طبيعية برضو، مش
فدي عملت 55. دي عاملة 55. طبعا في اكتر، في زي ما انت عايزة يعني، على قد امكانياتك هاتي. فبصراحة يعني الحاجة حلوة هناك في المولات وكده، فاحنا يعني لقينا الحاجات الحلوة. بعد كده بقى في ايه تاني؟ البلح. البلح في النوعية دي كده. البلح ده بقى نوع زي ما انتم شايفينه كده سلطاني، فالنوع ده اهو من ورا كده. فالنوع ده جميل جدا يعني، بيبقى طري كده يعني، انت ممكن تاكليه حتى من غير ما تبليه، او تحطيه في الخشاب، بيبقى سهل انه بالسكينه تفتحيه وتقطعيه. فالسنه اللي فاتت جبنا واحد ناشف، فكان صعب قوي قوي قوي. فده يعني الطري بيبقى احلى شويه. ده ثمنه ب45. ده نوع. فاضل بقى النوع التاني اللي هو ده. والبلح ده برضو نوع تاني، ده غير النوع ده. ده سلطاني، ده غزالي. فالغزالي ده ب40. يعني برضو نوعية حلوة، برضو مش وحشة. فبرضو ده لرمضان. طبعا على الفطار بتعملي الخشاف، بتفتحي البلح وتنضفيه تغسليه، وتحطي عليه لبن، وتحطي عليه بقى اليميش اللي عندك، فبتبقى يعني جميل، طبق حلو. فده برضو نوعية تانية ب40 بقى، زي ما انتم شايفين. احنا جبنا 3 أنواع. بعد كده بقى نخش على الكركديه. الكركديه طبعا لا غنى عنه في رمضان، فبيبقى جميل جدا. ففي العصاير بيبقى حلو قوي. فطبعا لو بيوطي الضغط وبيعلي في حالات يعني، لو عاملاه بارد بيوطي الضغط، لو عاملاه بيغلي على النار وسخن فده بيعلي الضغط لو حد ضغطه واطي. فعلاج ده برضو يعني، حاجة أعشاب جميلة. ده الكركديه 220 الكيلو، ده مش كيلو، احنا بنجيب بالوزن، بس أنا بقولكوا على الكيلو. فده برضو الكركديه ده 220. برضو حاجة جميلة وحاجة حلوة. النوعية دي في المولات بتبقى جميلة نضيفة. بعد كده هناخد الخروب. الخروب ده برضو لا غنى عنه. الحاجات دي كلها طبعا في رمضان بتبقى أساسية ومفيدة ويعتبر أعشاب وحاجات جميلة. فالخروب ده برضو ممكن تعمليه زي عصير يعني، ما تحطي على النار وتعمليه بسكر وبمية وكده، فعصاير نفسها. فحلو قوي. أو ممكن تاكلوه كده، احنا ساعات بناكله كده. انا مرضيش اجيب بقى اللي هو الخروب التاني الناشف الطويل، بيبقى ناشف شويه، وعشان تعملي على النار هتقعدي تكسريه وتعمليه فصعب. انما ده اسهل شويه. ده ب60 كيلو. فبرضه جبنا بالوزن. الدوم برضه انا بكمل بقيه الاعشاب. الدوم برضه نوعيه حلوه قوي، جايبين بالوزن. الدوم طبعا ما بتغليه زي اي اعشاب. طبعا بيوطي الضغط، دي اهم حاجه، اهم فايده فيه، وفيه فيتامينات ياما كتير يعني، مفيد برضه لانه اعشاب. فاحنا جبنا برضو بالوزن 78 كيلو. فحلو برضو، مفيد جدا. يعني الحاجات دي في رمضان انت بتجيبيها، وتجيبي اللي على قدك، وبتجيبي حاجات وبتركنيها، ولما بتخلص ممكن تجيبي تاني. طبعا في السحور لا غنى عن الفول والزبادي والحاجات دي، بس الحاجات دي عايزه طازه، مش عايزه انك انت تاخديها طبعا وتركنيها من دلوقتي. احنا لسه في نص شعبان، كل سنه وانتم طيبين. بعد كده العرقسوس برضو. العرقسوس مفيد قوي. اه بس ده على فكره خلي بالكم بيعلي الضغط. العرقسوس لما تعمليه كده بيعلي الضغط. الحاجات دي برضو جميلة ومفيدة. 78 برضو. الحاجات دي كلها تعتبر عصاير وحاجات مفيدة، وحتى بين الفطار والسحور ممكن تعمل عصاير وانتوا قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون، بتاكلي قطايف حتة كنافة تشربي معاها شوية عصير. الزبيب النوعية دي احنا جايبين بالوزن. الحاجات هناك بصراحة اليميش أسعارها غالية قوي. فاحنا جايبين بقى حاجات كده كميات لو خلصت ان شاء الله نجيب تاني. عامل 140 الكيلو، لكن احنا جايبين بالوزن. بعد كده التمر طبعا اساس رمضان. فالتمر ده مفيد جدا وجميل جدا، وبصراحة لا غنى عنه. اهم حاجة في رمضان. ب45. فده برضو ممكن تجيبيه لو حد عنده انيميا، لو عنده مثلا المناعة بتاعته ضعيفة. بصراحة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالتمر. تمر جميل يعني كنز. فحاجة جميلة قوي. وطبعا علبة مش هتكفي طبعا في رمضان، فما بتخلص ان شاء الله نجيب تاني. طبعا جوز الهند او بشر، احنا بنسميه عندنا في اسكندريه بشر. فده حلو برضو، جايبين بالوزن. فالكيلو ب230. طبعا بتجيبي بالوزن زي ما انت عايزه في الحاجات دي كلها. انا بقول لكم سعر الكيلو بس. بقيه هنا البقوليات احنا جايبين العدس الاصفر. طبعا لا غنى عنه برضو في الايام الساقعه اللي احنا فيها دي. احنا طبعا لسه في الشتاء، ورمضان هيجي في الشتاء، فطبعا بيبقى فيه برد وفيه سقعيه وبتاع. فشوربه العدس دي اساسي، فبتعمليها لاولادك ولبيتك، فجميله جدا. جبنا هنا بقى طبعا ده نص وده نص، فالكيلو يعتبر ب50.
ماشي. فده العدس ايه الاصفر. بعد كده العدس ابو جبه نفس النوعيه برضو، بس ده بتعملي طبعا على المكرونه مع الحمص والمكرونه وكده والصلصه، بتبقى كشري يعني مكرونه كشري، بتبقى جميله قوي. او بتعمليه بصلصه بقى كده يتغمس بيه حلو قوي. فده ب45 كيلو. بتجيبي طبعا الوزن اللي انت عايزاه. ده العدس ابو جبه. بعد كده كمالة السحور، احنا كنا وريناكم اللانشونات والحاجات دي، فدي الجبنات. فنوعية الجبنة دي برضو ده بالوزن، الجبنات دي بالوزن. فعايزة ربع نص كيلو زي ما انت عايزة. فدي جبنة كيري طرية ب155. فدي نوعيتها حلوة قوي قوي. وفي النوعية التانية دي برضو، نوعية الجبنة دي برضو جميلة جدا، اسمها سلطة جبن. فب120. فدي كمان نوعية جميلة قوي. الحاجات دي ممكن تجيبي، بيبقى في نوعيات كتير، بس احنا نقينا النوعيات دي حلوة يعني. طبعا دي كميات دقيق زي ما انتوا شايفين، دي عادي يعني. احنا كده كده يعني طول السنة بنخبز، فجبنا نوعيات كده من الدقيق ده. فاحنا جبنا بس اوزان كده زي ما انتوا شايفينها. ممكن مش تعملي مخبوزات، تعملي حاجات. وطبعا الخميرة دي لا غنى عنها. الحاجات دي تركنيها عندك. ممكن تعملي زلابية، تعملي اي حاجة بالدقيق بالخميرة. بتكملي بقى، شوفي المقادير اللي انت عايزاه للاكلة، اي اكلة معينة. بعد كده بقى الخل ده، الخل بصراحة في المول بيبقى جميل قوي. انا لما بجيبه من بره ما اعرفش، بلاقي فيه رواسب كده تحت. جربت بره وجربت عند امي، فلقيته النوعية حلوة يعني نضيفة. فالازازتين دول فالواحدة من دول ب11. فقلت اخليهم يعني رمضان. وفي عندنا بتاعت اللي احنا بنستعملها العادي، بس دي قلت ايه اخليهم الاتنين دول لرمضان. الملح طبعا لا غنى عنه في كل اكله. فجبت العلبه على بعضها دي ب10.5، يعني حاجه بسيطه. والملح انتوا عارفين يعني اسعاره مش غاليه بصراحه. في حاجات هناك اسعار جميله، وفي حاجات يعني في متناول الجميع، وفي حاجات غاليه. فكل واحد بينقي الحاجه اللي تناسبه تبع الاوزان بقى اللي انت عايزاها بتختاري يعني. دي بقى عجبتني قوي عشان خاطر في القناة وكده. ممكن تجيبيها تعملي بيها كوب كيك، او تعملي بيها جيلي، او تعملي فيها الكنافة. تلفي صوابع كنافة كده وتعمليها فيها، شكلها حلو قوي. بتخش الفرن عادي يعني، ما فيهاش حاجة يعني، بتخش وتطلع عادي. فدي برضو لقيتها حلوة. طبعا الفانوس ده انا كنت اتكلمت عنه. فده طبعا احنا جبناه زي ما انتوا شايفين كده. فده جبناه عشان خاطر ايه احطه في المطبخ. وانتي بتشتغلي كده في المطبخ هتحسي برمضان، تحسي بروحانية رمضان. فبتبقى حاجة بتديكي روح حلوة كده. فطبعا لسه هنعمل الزينة هنا في المطبخ، وهنعمل بره وكده، وكل ده ان شاء الله نصوره. طبعا الحاجات دي حاجات عادية بقى بالوزن. بطاطس والبصل اللي تقدري عليه. طول ما انت نازلة هاتي واركني، هاتي واركني. بس طبعا الاشياء بتبقى كتير، او ممكن الامكانيات ما تسمحش. هاتي كل فترة حاجات واركنيها وسيبيها، وكل ده بعد كده هينفع. طبعا اهم حاجة بقى في الطبيخ وفي في رمضان البرام. البرام طبعا احنا جبنا التشكيلة دي على بعض زي ما انتم شايفينها. شايفينها كده من بره شكلها جميل قوي، عجبتني. ده برام في منه عامل زي دي كده اسمها صواني، بس ارتفاعها اقل من دي زي نصها كده. بس صراحة لقيت دي احلى شوية. وبعدين دي هتحطي فيها الحاجة سوى رز او اي حاجة، فبتاخد واسعة. انما التانية لقيتها صغيرة وشكلها مش قوي. فدي عجبتنا قوي. طقم كده على بعضه زي ما انتوا شايفينه كده. دي اول واحدة صغيرة، فشكلها حلو قوي. ممكن تعملي فيها ان شاء الله رز بلبن وتدخلي الفرن، او رز مثلا معمر او كده يعني. ودي طبعا الشكل التاني اهو زي ما انتوا شايفينه. برضو شكله حلو قوي، والرسمه بتاعته جميله وغويط من تحت واسع. ماشي. ودي ايه بقيت الطقم برضو زي ما انتوا شايفينه كده برضو شكله جميل وواسع وحلو ورسمته جميله. فده بقى زي ما انتوا شايفين، ده الكبير بتاعه. انا وريتكم ده واللي هو الاكبر شويه. ماشي. ده بقى الكبير بتاعهم. فبصوا غويته شكله واسع ورسمته حلوه يعني. وبياخد يعني هياخد في الطبيخ معاكي حاجات كويسه. وبكده بقى حبايبي بوريتكم مشتريات رمضان. طبعا من خزين ليميش، طبعا لجبنات للسحور لكل حاجه. فطبعا هو لسه اسبوعين على رمضان. فانت ممكن كل كام يوم او كل يومين تنزلي تجيبي برضو حبه وتركنيهم. بس ما تستعملهمش الا لرمضان، عشان لو سحبتي منهم دلوقتي هيأثر معاكي بعدين.
فانت تخلي الخزين ده كل يومين تجيبي حبه وتركني، حبه وتركني، هتلاقي كل حاجه عدت، وهتلاقي في رمضان كل حاجه عندك. ان شاء الله تنزلي وتكون الفيديو بتاعنا كده يشجعك ان انت تجيبي حاجتك. وطبعا اهم حاجه الفانوس اللي احنا قلنا عليه ان انت تجيبيه بتحطيه في المطبخ، ان شاء الله يكون حتى فانوس صغير بيديكي روح كده تحسسك برمضان، وتحطيه في المطبخ وانت بتطبخي، كل ما تبصي عليه هتحسي كده بالجو جميل واحسن يعني. فطبعا كل سنه وانتم طيبين كده، ويعود عليكم الايام بخير عليكم وعلينا وعلى الناس جميعا. ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد انا بعمله ليكم. وطبعا اهم حاجه تصلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.